القضية ديال اليوم كتنطلق من مدريد عاصمة إسبانيا. القصة كتبدا عام 2019 بواحد علاقة خايبة ما بين الابن والأم. كيف ما كتسمعوا، بحال هاد القضايا قليل بزاف فين كنسمعوا عليهم، وملي كيوقعوا كيخليونا مصدومين لدرجة كيعجز اللسان عن الكلام. الدماغ كيتبلوكا، وملي كيجيب لك الله صافي كلشي شفناه في هاد الدنيا، حتى كيجي شي واحد وكيقول لك نوض من قلبه حبيبي، راه باقي ما شفتي والو، لان الانسان بذاته ما عندوش الحد. وهذا دليل على انه ليومنا هذا باقي كيوقعوا شي الحاجات صادمه، واللي باقي حتى الاخصائيين كيحاولوا يلقاو له محل وجواب. خاصنا نقتنعوا باللي الامراض العقليه عندها دور وتاثير كبير في هذا الشيء، واللي يومنا هذا وللاسف الشديد قليل اللي كيعطيها اهميه، واللي غالب الاحيان كتكون بسبب لا دروغ. والقصه ديال اليوم عتبين لينا الخطوره ديال هاد الامراض اللي خلات شاب ينهي حياه الام ديالو وياكل اللحم ديالها. مرحبا بكم في قضيه جديده مع ميس نهاد. نهار 21 فبراير عام 2019 واحد مكان كيتواجد في مدريد اللي اسمه بينتاس، في واحد الدار اللي كتواجد في مجمع سكني غينداليرا. بزاف د الجيران اللي ساكنين في شارع فرانسيسكو نافاسيرادا رقم 50 كانوا شاهدين على واحد الفاجعه اللي ما عمرهم شافوا بحالها. كنهضروا على ألبرتو سانشيز غوميز اللي معروف كانيبال بينتاس، شاب اللي في عمره 28 عام اللي كلا لحم الام ديالو من بعد ما حرمه من هاد الحياه. القضية كتبدا من مرمى واحد الجارة والصديقة ديال ماريا سوليداد غوميز، واللي في عمرها 66 عام، واللي هي الأم ألبرتو. لحظات الغياب الطويل ديالها الشهر هادي، والسيدة غبرت عليها، ما بقات كتصل بها ولا كتلاقى بها ولا كتمشي لعندها، وهذا الشيء هي ما مولفاش في جارتها، وخلاتها تحس باللي شي حاجة واقعة الصديقة ديالها. فما بقى لها غير الاختيار الوحيد اللي هو تمشي لمركز الشرطة وتبلغ على الاختفاء الغريب ديال جارتها. الشرطه ناضوا مشاو للدار ديال ماريا سوليداد، كيدقوا في الباب وكيفتح لهم ألبرتو. البوليس قالوا له بلي كيسقسيو على ماريا سوليداد غوميز واش كتواجد في الدار، فألبرتو كيجاوبهم وراها في بيتها. فطلبوا منه الاذن باش يدخلوا للدار ويشوفوا الام ديالو، وهو ما رفضش، قال لهم غير دوزوا مرحبا بكم، ووراهم حتى فين كاين البيت. الشرطه وهما داخلين الدار كانت كتبان عادي، يعني ما فيها حتى شي حاجه غريبه ولا ريحه خايبه، من غير واحد شويه ديال الروينه ملي ما كتكونش الدار مجموعه. ولكن وهما كيوصلوا لبيت السيده كيتصدموا صدمه حياتهم. المنظر اللي شافوه ماشي اي منظر اللي العقل يتقبلو بسهوله. في البيت لقاو الراس محيد من الجسم، والجلده ديالو مطيره ومحطوطه في واحد الجهه، وحتى من واحد الودن مطير ومنزل في واحد القنت. هادشي كاين فوق فراش. مشهد كان اكثر من مرعب. الشرطه كملت في التقلاب ديالها وكيلقاو اعضاء اخرى ديال سوليداد مفرقين في قراعي ديال البلاستيك اللي كيتواجدوا في كل مكان، وملي فتحوا الثلاجه كيلقاو طروفه اخرين ديال اللحم. العظومه ديالها كانوا مخبعين في اي قنت في الدار، وفي الحمام لقاو واحد الموس وكل شيء عامر الدمايات، وحتى من الدار الكليب ديالو لقاو منزلوا الطروفه ديال اللحم باش ياكلوا. والشرطه من مر ما شافوا هذا الشيء بعد منه دخلوا في اكتئاب حاد، حيت عمرهم شافوا شي منظر بحال هذا، وكيقولوا بلي يومنا هذا فوقاش ما نعسوا كيحلموا بداك المنظر البشع. تلقاو القبض على ألبرتو ودوه لمركز الشرطه للتحقيق. ألبرتو كيقول باللي كل شيء بدا في واحد الصباح، ناض كيعد الفطور ديالو، وواحد شويه بداو هو والام ديالو كيهضروا، ولكن هضره مني هضره منك حتى وصلوها لمدابزه. الشاب كيأكد باللي في واحد اللحظه تعصب بزاف حتى خلى داك الشيء كامل اللي كان كيوجد ومشى ديريكت لعند الام ديالو، شبرا من عنقه وبدا كيزير بيدو حتى بدا كيسمع واحد الصوت في ودنو اللي كان كيقول له وفي هاد اللحظه زير على العنق حتى السيده ما بقاتش كتنفس. وملي فاق من العصب اللي كان فيه لقى راسو باللي دامو الامانه امانته. السيده ما بقات لا كتحرك ولا كتنفس. دوك الاصوات ما سكتوشي، رجعوا يامروه يقطع الجثه طرف طرف، وكيقول باللي من مور هادشي ما بقى عقل على والو، وباللي كيتاسف بزاف لكاع داكشي اللي عمل حيت ما كانش الخاطر.
ومع 3 د العشية كيخرجوا ألبرتو من دارو وكيوجهوه للمقر الأعلى للشرطة باش يعطيه أقوال ديالو والتفاصيل داكشي اللي عمل. وملي وصل وبداو معاه التحقيق، السيد ضربه بسكته وحلف لا قال شي حاجه. البرتو كان ديجا عنده 12 شكاوي من طرف الام ديالو، كانت ديما كتمشي تشكي بولدها حيت كان كيعنفها لفظيا وجسديا، ولكن الاخ ديالو الكبير كان كيتدخل باش يحل المشكل ما بين الام وولدها. العلاقة ديال ألبرتو والأم ديالو ماريا سوليداد كانت توكسيك لأقصى درجة. الجيران كيقولوا باللي ما داش شي نهار اللي ما سمعوش فيه المدابزة ديالهم، كانوا ديما كيسمعوا الغوات والبيبان كيتشعطوا والقشوع كيتهرسوا. الجيران كيبقاو يتصلوا بالشرطة باش يجيو دغيا ويفكوا الدعوة قبل ما توقع شي كارثة، واللي أصلا كل 3 الأسابيع كيمشيو لعندهم لأن الأم كتصل بهم حيت ما كتلقى له جهد، وكيكون الأمل ديالها الوحيد هما السلطات. ولكن ملي كيوصلوا للدار ألبرتو كيهرب له من شي سرجم باش ما يشبروش. نهار مور نهار ماريا سوليداد ما بقاتش قادره تستحمل العيش اللي معيشها فيها ولدها، فلقات الحل الوحيد هو الطلب من السلطات يحكموا على ولدها بواحد المسافه من البعد. نرجع بكم اعوام اللور باش نفهموا الشخصيه ديال ألبرتو وشنو هما الاسباب اللي خلوه يكون في حال هيدا. ألبرتو كان واحد تلميذ مجتهد وقراي ديال بصح، وحشومي ومؤدب بزاف، عمره تصرف بغرابة، ولكن كل شيء كيتبدل ملي الاب ديالو توفى في عام 2008، واللي لا هو ولا الام قدروا يتقبلوا الفراق ديالو، وهذا الشيء خلاهم يدخلوا في اكتئاب حاد. هو التجأ للدروغ وهي الشراب والسكرة. من على برا كيبان عليه شاب عادي كأي واحد، ولكن من داخل كان إنسان آخر. كان ديما كيعاود نصحابو شي الحاجات اللي ما كيدخلوش العقل وما عندهم حتى شي معنى، وكان فيه الوسواس الخناس، الشك كتر من قياس. الاخ ديالو ملي كيسقسيه فين كيمشي وكيجي معطل الدار، هو كان كيجاوبو باللي كيكون جالس في منتزه مع شي مشاهير. خاف بالو ألبرتو غير ضحك، ولكن بالنسبه ليلو كان داكشي اللي كيعاود حقيقي. الجيران وصحابو ديما كيسمعوه كيغني بصوت عالي في دارو، وكان كيقولهم باللي عيشارك في واحد البرنامج ديال الغناء اللي كان اسمه اوبيراسيون تريومفو. في عام 2015 جاتو منحة ديال إيراسموس اليونان باش يقرا كونطابيليتي، وملي وصل بدا كيعاشر الشباب اللي ماشي مزيانين واللي بلاوه بواحد لا دروغ مسميه لا دروغ كانيبال، واللي الاعراض ديالها هما الشكوك، العنف والغريزه ديال كانيباليزم. هادشي اداه لواحد الحاله لا يرثى لها، لدرجه وصلت به الحاله انه يبقى يعيش في الزنقه بحال شي متشرد حتى عتقوا الاخ ديالو ورجعوا لاسبانيا. ملي وصل اسبانيا 3 المرات كيدخلوه للمستشفى برينسيسا اللي كاين في مدريد، واللي قدروا يدرسوا الحاله النفسيه ديالو حيت كان كيعيش في اوهام. وبالفعل اطباء عطاوه دواء اللي كان خصو يشربو كل نهار، ولكن شي شهر هيداك وهو يسمح في داك الدواء وما بقاش متبع الطبيب نهائيا. من مر ما رجع لدارو لقى خدمه كسربي في واحد قهوه قريبه للدار فين ساكن، ولكن خدم غير شي شهوره ومن بعد سمح في ديك الخدمه وسمح حتى في قرايته، وكل نهار كيزيد يدخل في عالم لا دروك. كان كيستهلك واحد كميه هائله حتى بدا مرض ديال سكيزوفرين اللي هي بالعربيه انفصام الشخصيه. حتى من صحابو قالوا باللي وصل واحد الحد اللي ماشي نورمال، كيقول لهم باللي كيشوف شي الحاجات اللي حتى واحد فيهم ما كيشوفهم، وباللي كيسمع اصوات كيهضروا معاه. السيد كل نهار كيزيد يكون كفس من اللي قبل منه، كل نهار كيزيد يستهلك في السموم اللي خربقوا له الدماغ ديالو، ديما مدابز مع الناس لدرجه كيسيب عليهم قراعيد الزج من البالكون، وبزاف د المرات كيمشي نعس مع المتشردين اللي كيكونوا في واحد بلاصه ماشي بعيده بزاف على دارو. وكتر من مره قال لصحابو باللي عنده واحد الرغبه كبيره باش ينهي الحياه الوليده ديالو. في نفس الوقت الام ديجا هضرت مع واحد صاحبتها وقالت لها باللي ولدها ألبرتو مريض بزاف وكتفكر ترجعو للمستشفى الامراض العقليه باش تنقدو. ماريا سوليداد كانت واحد السيده الله يعمرها دار داخله سوق راسها، ومعروف عليها كل صباح كتخرج مع كلب ديالها باش تطلق رجيلاتها، وكاع الجيران كانوا عارفين باللي هي ارمله وعندها 2 الوليدات اللي واحد منهم هو ألبرتو، وكاع كانوا شاهدين باللي كيضربها من مور ما كيدابزو.
وشحال من مره ملي كتمشي للقهوه اللي حدا الدار الجسم ديالها كامل كيكون زرق، وملي كيسقسيوها شكون عمل فيك هادشي كانت مسكينه كتقول لهم باللي الكلب ديالها هو السبب. واخا هيداك الناس ماشي اغبياء وكانوا عارفين مزيان شكون اللي كيعمل فيه هذاك الشيء، ولكن كانوا كيفضلوا ما يتدخلوش فيما لا يعنيهم ويبعدوا على المشاكل. ونزيدكم واخا البرتو حكموا عليه بواحد المسافه من البعد على الدار، الام ديالو حنات فيه ودخلته غير بتخبيه لانها ما استحملتش ولده ينعس في الزنقه في البرد وبالجوع، ولكن اللي عمرها تخيلته هو النهايه د الحياه ديالها غيكون على يده. اما خوه الكبير ميغيل سانشيز كيقول باللي اخر مكالمه كانت عنده مع الوالده ديالو كانت في شهر واحد، واللي شكات عليه وقتله باللي خاك البرتو باقي كيف ما هو والو ما بغى يتبدل، وباللي كتفكر تديه المستشفى الامراض العقليه لان عقله ماشي وكيكفاش بسبب لا دروغ اللي كيستهلك كل نهار. في النهايه البرتو قرر يهدر ويعترف. في الاقوال ديالو كيقول باللي الوالده ديالو كانت معيشه في جحيم. كل شيء بدا ملي الوالد ديالو توفى، حيت هو دخل في عالم اسود وهي ما ردتش البال ولدها، حيت بالصدمه عطاتها غير الشراب باش تقدر تولف الحياه بلا راجلها. كيقول باللي داك نهار ناض من النعاس ومشى للكوزينه كيوجد فطور، دخلت عنده الوالده ديالو وبقات معاه بالهضره، فوقاش تبعد على هاد السموم، فوقاش ترجع لقرايتك، واش غتبقى على هاد الحال، وزيد ومعاه هو اصلا ما مفاهمش معاها، بقاو هضره مني هضره منك. في النهايه جبلت الهضره ديالها فحال الا كتكب الماء في الرمل وهي تدور باش تخرج فحالها من الكوزينه، وفي هاد اللحظه مشى ديريكت لعندها وشبرها من عنقها بقوه حتى السيده طاحت في الارض. من موراها هز الجثه وداها للبيت نعاس، نزلها فوق فراش وقطعها طرف بمنشار وجوج موس اللي خداهم من الكوزينه. من مور ما فصل الجسم بدا كيقطع فيه طرف صغار وكينزلهم في قراعي ديال البلاستيك وترشوهم في كل قنت في الدار، وبعد منهم خشاهم في المجمد. وزاد قال المحققين بلي كلا اللحم ديالها وعطاه حتى الكلب اللي عنده في الدار، بعد مرات كياكلو طيب وبعد مرات خضر. هادشي كيقولوا بواحد بروده ماشي عاديه، ما كيبان عليه ولو غير شويه ديال الندم. كيقول باللي ملي كان في عمره 15 عام وهو كيعاني من هادشي، ولكن ما كان يقدر يقول حتى شي واحد شي حاجه حيت دوك الاصوات اللي كيهضروا له في ودنو كانوا كيهددوه، وباللي حتى من التلفازه ملي كان كيتفرج كانت كتصيفط له شي الرسائل اللي غير هو يقدر يفهم، وهادو كاملين كيكونوا اعراض الانفصام الشخصيه. ملي بدا التحقيق تقال باللي الجثه عندها شهر وهي في الدار، ولكن من مور التشريح ما قدروش يعرفوا الوقت بالضبط، وكيظنوا انه الوقت اللي كيقرب شويه من تطور الجثه هو 15 يوم، وفي هاد 15 يوم والبرتو كياكل من لحم الام ديالو. الاطباء النفسيين من ما درسوا البرتو خرجوا بتقرير انه داك النهار اللي عمل فيه ديك الفاجعه كان في كامل قواه العقليه، وهادشي كيمشي ضد المحاميين ديالو اللي كانوا كيأكدوا باللي البرتو دخل في واحد ازمه نفسيه وما كانش يعرف شنو كان كيعمل. في نفس الوقت الاطباء عطاو تقرير باللي داكشي اللي كيعاني به البرتو هو شكل مجنون النرجسيه وغير اجتماعي، وهاد ثلاثه اطباء كيأكدوا باللي ما كانش عنده نهائيا اعراض انفصام الشخصيه، لان في الوقت ملي كانوا كيدرسوه حتى شي لحظه ما جبدلهم انه كان كيسمع شي اصوات كيهضروا معاه في الوقت اللي كان كيقوم به الجريمه ديالو. بالعكس تماما تبين بلي في جميع الاعراض بسيكوباتيه والنرجسيه، بمعنى انه كان عارف مزيان الحاجه مزيانه من الخيمه، ولكن ما كانش كيهمه الامر. نهار المحاكمه ديالو عطى التفاصيل كامله اللي عمل في داك النهار، واللي كانوا حاضرين جاتهم تبوريشه وهما كيسمعوه كيف كيهضر والطريقه اللي كيعطي بها التفاصيل. والسؤال المطروح واللي صادم هو شحال تحكم عليه؟ تحكم عليه على القتل من الدرجه الاولى، تقطيع الجثه طرف وعدم الاحترام الميت، وما تفكروش انه تحكم عليه بالمؤبد، لا غير تسناو. نزيدكم في الحكم تكتب باللي كان بكل قواه العقليه فاش عمل كاع هاد المصايب، ولهذا السبب سادتي سيداتي تحكم على البرتو ب15 سنوات و5 شهور، واللي خصو يدوزها كامله في الحبس ويخلص من الاخ ديالو غرامه ديال 90 مليون سنتيم. وملي تلا الحكم نطق بعض الكلمات اللي كنطلب السماح، وماشي باش نبقى في شي واحد سينو فوقاش ما كنتفكر الوالده الدنيا كتظلم في عيني. الحباب هنا نكون وصلت نهايه الحلقه ديال اليوم، واللي الصراحه هاد القصه اثرت فيا بزاف، وكيف ما قلت في بدايه الفيديو كيجيب لك الله كل شيء شفتيه حتى كيجي شي واحد وكيصدمك. قولوا لي نتوما شنو الراي ديالكم في الحكم اللي عطاوه البرتو،
واش جاكم عادل ولا صدمكم كيف ما صدمني انا. ويا ربي هاد القصه تكون عبره لكاع الشباب اللي دخلوا ولا كيحاولوا يدخلوا في هاد العالم ديال لاضروب. راه والله النهايه كتكون خايبه بزاف، واصعب حاجه هي كتاديو اعز الناس عندكم بلا ما تحسوا، والندم من بعد راه ما كيفيد بوالو. بغيت نشكركم كاملين اللي بقيتوا حتى لاخر الفيديو، واذا عجبتكم القصه ديال اليوم ما تنساوش تدعموني بلايك وبارطاج، حيت غير بهذه الطريقه الفيديو ديالي يقدر يوصل لاكبر عدد ممكن د الناس، واللي حتى هما يقدروا يستافدوا من هذه القصه. يلا نتمنى نشوفكم في الحلقه المقبله باذن الله. السلام عليكم.